بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأخت نتعرفوا على الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. سونيا جندوبي، سجينة سياسية سابقا. أنا مريضة بالمرض خبيث، والمرض هذا جاني في الثدي تاعي، وعندي مدة 7 سنوات 8 وأنا نعاني من المرض هذا. شنو وضعك الصحي توا يعني؟ وضعي الصحي عندي صعوبات في العلاج. ماديا ما عنديش، ما نمرض. انا في الشهر نمرض بالمرتين بالثلاثه باللونجينا، خاطر ما عنديش المناعه الكافيه، ما عنديش مناعه بالكل. ووضعي ماديا مزري. نحكي لك، انا زوجي ما خدمه ماهيش معناها مستقره، وام 3 صغار، واولادي يقراو، ووضعي الاجتماعي حاله مش نحكي لك. واحد يستحمد ربي، الحمد لله ديما يستحمد ربي على كل شيء. لو فعل العفو التشريعي العام اللي هو عنده عامين تو، اللي فيه جبر الضرر المادي والمعنوي يرد الاعتبار، يعني تضميد الجراح الصحيه والنفسيه الى اخره الى اخره، اش كان يكون وضعك تو يعني؟ بالطبيعه كان يكون وضعي انا والا الخيل كل وضعنا يتحسن بالكدا بالكدا. ما نجمش حتى باش نحكي على نفسي بركه، فما زاد شكون يعني زاد اكثر مني انا. عندنا الاخت اللي من الكاف، سجينة سياسية يعني. الأخت في بالك أنها توفات نتيجة الإهمال الصحي يا الله يرحمها ويرحمها، ربي يرحمها. الأخت مفيدة سلامي. احنا توا في بعد عامين من الثورة وعدم تفعيل العفو التشريعي العام بصفة عامة، شكون تحمل المسؤولية؟ المسؤولية نحملها للحكومة، العهد المخلوع سابقا، ونحملها للحكومة الجديدة زادة، على خاطر لو كان ما همش فعلونا العفو ما عطلونيش، راهو كل انسان تحسنت وضعيته بالكدا على الاقل. ملف العفو التشريعي العام توا مازال عند الحكومة، وننتظروا انه فما حكومة جديدة باش تجي. وشنو الرسالة اللي توجهها للحكومة ككل، والا لرئيس الحكومة اللي باش يجي؟ والله نوجه له ان شاء الله ربي يوفقهم اول حاجة، وثاني حاجة ان شاء الله يفعلون المرسوم هذا على الاقل. خلينا خاطر برشا، خلينا معاش انسان يعاني. تو كيما انا مريضة نعاني معناها معنويا اكثر من ماديا. انسان مريض يبدا يخمم، المرض معناه يزيد يمشي به القدام بالكدا بالكدا. مشكورة أختي، إن شاء الله ربي يصبرك ويصبر أخواتنا سجينات إن شاء الله، وربي يرحم اللي ماتوا، ونجدوا يعني نترحموا على الأخت مفيدة سلامي، الله يرحمها وينعمها، اللي وفاها الأجل منذ يعني حدود شهر، وكانت وفاة نتاعها نتيجة الإهمال الصحي وعدم الاهتمام بها وعدم التعاطي مع ملفها وملفات الضحايا لفترة الاستبداد بشكل إيجابي. والسلام عليكم.